ازاي تم اختراع اول تقويم في التاريخ؟ اول نتيجه، في يوم من الايام الفلاح المصري قاعد جنب نيله جوه غيطه، جيشه حاميه وقاعد بيزرع وبيقلع. فجه الفلاح وقام قايل لا، انا ما ينفعنيش ازرع واقلع بالبركه كده، اصل الصراحه انا موريش حاجه، فلازم اقعد ابدا وافنن وكده. فالفلاح المصري القراري ده كان كل موسم فيضان بيسجل ملاحظات. هو الفيضان ده لما بيحصل ايه اللي بيبقى موجود في السماء؟ منسوب النيل بيبقى عامل ازاي؟ الجو بتبقى ايه حالته؟ وقعد يعد كل شمس وقمر بتظهر ما بين كل فيضان والتاني. طب يا ترى ماذا لاحظ هذا الفلاح القراري؟ اول حاجه لاحظها ان الفيضان ده لما بيجي بيبقى فيه نجمه في السماء، نجمه بتبقى ظاهره جدا اسمها سيريوس. النجمه دي ما بتظهرش الا كل سنه وقت الفيضان وبتختفي اول لما بيخلص. يا ابن اللعيبه فلاح، وايه كمان؟ ولاحظ ان ما بين كل فيضان والتاني 365 شمس وقمر، اللي هم 365 يوم يعني، وكل 30 قمر القمر ذات نفسه شكله بيعمل دوره كامله. يعني القمر بيبتدي بشكل وبعد 30 يوم بينتهي على الشكل اللي بدأ عليه. فهذا الفلاح المصري الفاضي القراري قال لك بس يبقى كل شمس وقمر نسميه يوم، وكل 30 شمس وقمر نسميه شهر، وكل 365 يوم نسميه سنه، والسنه بيبقى فيها 12 شهر، وراس السنه واول يوم فيها هو يوم بدايه الفيضان. طب ثانيه واحده يا استاذ الفلاح، احنا قلنا 12 شهر في 30 يوم يبقى 360 يوم، والسنه فيها 365 يوم، وديت الخمس ايام الباقيين فين؟ فتعالوا نعرف مع بعض اين بعثر هذا الفلاح الخمس ايام الباقيين من السنه.